خلينا الدور اللي يمكن تلعبوا السينما في الحياه الثقافيه والفنيه ديال اي جهه او اي مدينه هو دور كبير ودور توعوي. وطبيعه الحال والسينما في السابق ملي كنا حنا شباب كانت يعني من بين الوسائل اللي ساعدتنا على تكوين الشخصيه ديالنا والمواهب ديالنا وخلاتنا نوعى بمجموعه من الامور. ولهذا فاحنا كنتمناو ان مدينه اكادير تلتحق بركب المدن الكبرى اللي فيها قاعات سينمائيه في مستوى عالي بحال ميغاراما، بحال اللي كاين في كازا او في الرباط او في مدن اخرى. فكنتمناو ان هذه العمليه يعني تتم التنفيذ ديالها. يعني سمعنا ان هناك مشاريع كثيره وكنتمناو هذه المشاريع تشوف النور، وحتى السكان ديال اكادير تما ينعموا بواحد القاعه سينمائيه اللي تكون تدخل هي في اطار الجانب الترفيهي والسياحي للمدينه، اللي ما كاين اللي يولجوا لها ويشوفوا انتاجات سينمائيه كبرى، ولما لا تشجيع الانتاجات السينمائيه المحليه والجهويه والامازيغيه ديالنا. صراحه كفنان وكفعاليات فنيه وثقافيه للمدينه انه كنا فرحنا الخبر ان انشاء ميغاراما هنا بمدينه اكادير اللي غيكون واحد المتنفس سواء الفنانه سواء الساكنه ديال اكادير انه يشوفوا اخر الافلام واخر الاصدارات السينمائيه اللي كاينه سواء في المغرب سواء في العالم. فعاليات فنيه كناديو المسؤولين السياسيين انهم يتصدوا بحال هذا الجشع العقاري اللي كينهش في هذه المدينه، واللي كنشوفوا مجرد عقارات بدون منشآت فنيه وثقافيه. ميغاراما الى غتعطي مدينه اكادير غتعطيها لاشعاع الفني والثقافي والسينمائي العالمي. السينما هي ماشي فقط وسيله ديال الترفيه، هي ايضا وسيله ديال الثقافه. فمن العيب في مدينه بحال اكادير مدينه سياحيه ما تكونش فيها قاعه سينمائيه اللي كتحترم المواصفات الدوليه والمحليه. هذا شيء مؤسف. السينما هي كتنمي ايضا الحس النقدي عند المواطنين وعند المواطنات، وكذلك هي وسيله للتناقح الثقافي والتبادل الثقافي. فمدينه سياحيه بحال اكادير ما يمكنش نتصور انا مدينه سياحيه ما فيهاش قاعه سينمائيه. ومن هذا المنبر نناشد الدولة المغربية وجميع الصاهرين والمتدخلين بما فيهم الجهة والمجلس جميع المجالس الترابية ديال مدينة أكادير تعمل من أجل تسهيل عملية استثمار من أجل قاعات سينمائية كبيرة بحال باقي المدن. علاش مراكش، علاش الدار البيضاء، وعلاش ماشي أكادير؟ ومدينة اللي المفروض هي وسط المملكة كيفاش غيبقى محكوم عليها أنها ما تواكبش المجال التنموي خاصة في المجال السينمائي؟ علاش غادي تبقى دائما محكوم علينا باننا نبقاو اقل من باقي المدن المغربيه الاخرى؟ فيا ريت ان هذا حلم وانا كنت متوقع انه قرب يتحقق. وكذلك حتى اعاده النظر في القاعات السينمائيه اللي موجوده يعني سلفا، ان حتى هي تاخذ واحد بحال الامر اللي وقع في سينما الصحراء، ان اعاده تجديد. فإعادة تجديد مثلا سينما السلام أو كذلك سينما ريالتو باش الحركة الثقافية والسينمائية وتزدهر، وكذلك حتى الأطفال الصغار أن يعرفوا أن هناك واحد الفن سابع اللي غيتغرموا به واللي غادي مثلا يشقوا فيه مستقبلهم إما كممثلين أو كمخرجين أو كمصورين. فهذا نداء السلطات المنتخبه باش انها تسرع بهذه العمليه، ونشوفوا ان شاء الله كما غنشوفوا مسرح كبير في اكادير نشوفوا سينما او مركبه سينمائيه في اكادير.